الآن الدولة الأعظم هي السعودية. عجبك ما عجبك، كيفك. ذول الحمير المذيعين اللي عندكم في مصر سالفتهم انه السفير السعودي يبعث وراهم ويدي لهم المقسوم. بس انت تعلق علاقات اكبر بلد عربي باعظم بلد عربي، شئت او ما شئت هذا اعظم بلد عربي، قواته عسكرية، اقتصادية، استثمارية، مالية، عضو مجموعة ال20، الدولة السابعة في التأثير في العالم، عنده الحرمين. انت ما عندك حرمين، انت عندك الأهرام. أحد يروح يحج للأهرام؟ ما حد يروح يحج للأهرام، وانت غرقان في مليون مشكلة. انت سينا مش عارف تخلص منها. إذا أنت شايف إنه جرذان الصحراء، عمي هذا اليوم عمران الصحراء وأنت خرابة الخضراء. أنت جنبهم خرابة الخضراء، عاصمتهم أحسن من عاصمتك، كل شيء عندهم أحسن من اللي عندك، وأنت جنبهم شحات وأقوياء وعندهم جيش، عندهم طيارات أكثر منك وأحدث منك ويصنعوا أسلحة وعندهم جيش جرار وقاعدين يحاربوا، صار لهم سنتين ما قالوا أخ. أنت مين؟ خلاص الدور إلهم. ولافروف كل شوية على عادل الجبير، وموفد روسي على عادل الجبير، ومش عارف مين على جاهم رئيس أمريكا بكبره ما استقبلوهوش في الرياض، وانت رايح تحط. شايف الحساب اليوم مبسوط انه مستقبلوك بالبنتاغون وزير الدفاع. الملك سلمان لو راح على واشنطن وروح على البنتاغون يقعد بالبيت الابيض وقدامه صحن التفاح فيه 22 تفاحة على عدد الدول العربية، وبعدين يلف بشته ويرجع الرياض. لا يروح بنتاغون ولا هنداغون. بلد ثقيل، بلد ثقيل، بلد لو قص الطرق بتاعته، الطرق اللي بانيها بين المدن وفرشها فوقك غطاك بنقاعك لراسك. خلص الدور للسعودية.